في الفترة الأخيرة كان في تسريبات كتيرة على الاي او اس الجديد، بس أخيرا ابل أعلنت في مؤتمر WWDC 25 عن التحديثات النهائية اللي هتنزل بالفعل على أجهزتها بكل شفافية. فبالفعل بعض التسريبات طلعت مظبوطة، ولكن في تسريبات كتير خيشت المرة دي. المهم، في مؤتمر ابل أعلنت عن حاجات كتير المستخدمين طلبوها من زمان وأخيرا اتعملت، وفي حاجات تانية عبقرية محدش طلبها بس طلعت جامدة جدا، وفي برضه حاجات بديهية المستخدمين نفسهم تتضاف أو تتصلح ولسه زي ما هي. والأسوأ بقى، في حاجات جديدة صعبت الدنيا على شريحة كبيرة من المستخدمين. في الحلقة دي هنعرف ايه اللي حصل بالظبط، وهنتكلم عن أهم التحديثات اللي فعلا تستحق نتكلم عليها. فما تنساش بقى اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة. أنا خالد جد، ويلا بينا. السلام عليكم. ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. واول تخيشه حصلت في المؤتمر، وهي ان كلنا كنا فاكرين ان الاي او اس الجديد هيتسمى في نفس التسلسل بتاعه الطبيعي وهو الاي او اس 19، ولكن ابل السنه دي قررت تسمي كل انظمتها بنفس اسم السنه الجديده. يعني الاي او اس تسمى اي او اس 26، وكل الانظمه بتاعتها اخذت نفس الاسم. واللي حصل ده ممكن برضه يدينا لمحه كده عن اسم البروسيسور الجديد. فشكله كده بدل ما هيبقى A19 في الاغلب هيكون A26 هو كمان. وخلينا بقى نبدا باول جزء من التحديثات الجديده اللي تخليك تقول هو انا ازاي كنت عايش من غيرها. ابل بصراحه بتعمل ساعات حاجات ممكن انت ما تكونش بتفكر فيها، بس لما بتشوفها بتحس انها كانت فعلا ناقصه. واكبر مثال حصل على ده السنه دي هو اللي حصل في ايباد او اس 26. اخيرا الوحش اللي جوه الايباد ده بدا يبقى ليه استخدام. فانا كنت من الناس اللي بتقول ان الايباد ده مجرد ايفون كبير، فابل قررت تغير لك الفكره دي تماما. لاول مره نقدر نقول ان الايباد بدا يقرب من تجربه اللابتوب، وده بسبب التحديثات الجديده للمالتي تاسكينج. دلوقتي تقدر تفتح اكتر من ويندو في نفس الوقت وتغير حجمهم زي ما انت عايز. والجميل كمان ان الجهاز بقى بيفتكر اخر حجم ومكان لكل شاشه فتحتها. يعني لو بتكتب ايميل وبتاخد معلومات من ملف PDF، الموضوع ما بقاش انك لازم تتنقل ما بين التطبيقات، تفضل بقى تقفل ده وتفتح ده. لا خلاص، الموضوع بقى سهل وسلس جدا انك تفتح تطبيقين جنب بعض. ده غير انهم حطوا المنيو بار فوق، فبقت زي اللي في الماك بالظبط. بس بالرغم بقى من كل التحديثات دي، الايباد لسه مش بيشغل برامج الماك بشكل كامل، زي مثلا الفاينل كات برو والاكس كود. وده بيخليه لسه مش بديل كامل للابتوب لناس كتير شغلها معتمد على البرامج دي. ولكن احب اقول لكل اللي مستني ومتعشم يحصل تحديث للايباد او اس يخليه يشغل كل الحاجات اللي الماك بيشغلها، انسى. وده لان ابل لازم تفضل محافظه على البوزيشننج بتاع الايباد على انه تابلت مش بديل للماك بوك، حتى لو ركبت له كيبورد وماوس. ببساطه، في اللحظه اللي ابل هتقرر فيها تخلي الايباد يشغل كل برامج الماك ويديك نفس اليوزر اكسبيرينس، مبيعات الماك هتقع بشكل هستيري وتقريبا محدش هيشتريه. واكيد ابل مش عايزه حاجه زي كده تحصل، وده طبعا علشان يفضلوا محافظين على البرودكت بورتفوليو والايكو سيستم بتاعهم. تاني حاجه بقى في المؤتمر وكانت مفاجاه، وهي اللايف ترانسليشن او الترجمه الفوريه. وقبل ما تقول ايه المفاجاه اللي في كده، اللايف ترانسليشن موجوده من 5 أو 6 سنين فاتوا، فما تعتبرش حاجه جديده. فعايز اقول لك هي مش حاجه جديده، ولكن ابل خلتها موجوده في كل حته في النظام. ودي بصراحة لمسات ابل اللي الواحد بيحترمها وبيستناها. يعني دلوقتي لو بتكلم حد اجنبي على فيس تايم او حتى على مكالمة تليفون عادية او بتبعت له رسالة، الجهاز بيترجم الكلام بشكل فوري وسلس جدا. فدي طبعا من وجهة نظري مش مجرد خاصية جديدة وخلاص، لانك لو فكرت فيها شوية هتلاقيها اختراع ممكن يحسن طريقة التواصل ما بين العالم كله، وخصوصا للناس اللي شغلها معتمد على التواصل مع جنسيات مختلفة طول الوقت. اما بقى لو انت من مستخدمين الماك، فسبوت لايت نزل له تحديث في حته تانية خالص. دلوقتي سبوت لايت ما بقاش مجرد اداه بحث بتدور بيها على الابلكيشنز بتاعتك وخلاص، لا ده بقى عامل زي المساعد الشخصي بتاعك، وتقدر تعمل منه مئات الاوامر جوه النظام او جوه البرامج نفسها من غير ما تحتاج تفتحها اساسا. وطبعا بيوفر لك اختصارات سريعه لكل حاجه، وكمان تقدر تشوف وتستخدم الحاجات اللي عملت لها كوبي قبل كده في كليب بورد هيستوري. فالمزايا اللي اضافت لسبوت لايت دي قويه جدا لدرجه انها تقريبا قضت على برامج تانية كانت بتعمل نفس الوظيفه بقالها سنين، زي برنامج ريكاست. واللي حصل ده بنسميه في عالم التكنولوجي تشيرلوكد. يعني ببساطه ابل شافت ميزه في برنامج ثيرد بارتي فراحت حطها في نظام التشغيل بتاعها، وادت البرنامج الاصلي احلى كتف قانوني وطلعته من البيزنس. ونروح بقى للحاجات اللي اعلنوا عنها واللي تخليك تقول يعني متشكرين يا سيدي بس جت متاخره قوي. ابل قررت تضيف كام ميزه كده كان مستخدمين اندرويد بيحفلوا بيهم على مستخدمين الايفون بقالهم 7 أو 8 سنين، وهي ميزه فحص المكالمات او الكول سكريننج. دلوقتي لو رقم غريب رن عليك ممكن تخلي سيري هي اللي ترد وتقول لك مين بيتصل وكان عايز منك ايه. وده طبعا علشان تتجنب انك تلبس في مندوب مبيعات بيحاول يبيع لك شاليه في الساحل ب 50 مليون جنيه. وفي ميزه كمان وهي ميزه الهولد اسيست،
الميزه دي بتخلي تليفونك يستنى على الخط مع خدمه العملاء اللي بيلطعوك طبعا على الهولد بالساعات مستني دورك. فالخاصيه دي هتخلي الموبايل هو اللي يسمع الموسيقى ويستمتع بيها، واول ما الايجنت يرد على المكالمه يقوم موبايلك منبهك على طول عشان تلحق ترد من غير ما حد ياخد باله. تالت حاجه بقى هي بسيطه وعبيطه، لكن كانت حاجه بوظوها قبل كده في iOS 18 ودلوقتي بيصلحوها، وهي تطبيق الصور. ناس كتير كان بيشتكي من اللخبطه اللي فيه وان الصور كلها كانت سايحه على بعض. في iOS 26 اب رجعت تاني التابس المنفصله للكوليكشنز واللايبرري، تعديل بسيط بس رجع المنطق لتطبيق الصور. واخيرا مستخدمين ساعه ابل جالهم هديه برضه بسيطه بس مهمه جدا، وهي ان تطبيق نوتس هينزل دلوقتي بشكل رسمي على الابل واتش. دلوقتي تقدر تسجل ملاحظه سريعه او فكره جت في بالك على طول من على ايدك بشكل مباشر من غير ما تحتاج تطلع الموبايل. الحاجات دي طبعا ممكن تبان صغيره بس بصراحه بتفرق في الاستخدام اليومي جدا، لكن من ناحيه تانية بتبين لك قد ايه ابل ساعات بتكون عايشه في كوكب تاني لوحدها وبتنزل مميزات بالقطاره. للاسف بقى زي ما ابل بتصلح حاجات بتسيب حاجات تانية اهم بكتير، وده الجزء اللي بيعكر مزاج اي مستخدم لاجهزه ابل، الحاجات البديهيه اللي لسه مش موجوده. وعلى راس القايمه دي ليه الايفون لسه ما فيهوش سبليت سكرين او مالتي تاسكينج حقيقي لحد دلوقتي؟ حد يجاوبنا يا اخوانا. يعني الايفون خصوصا موديلات البرو ماكس شاشتها كبيره جدا، ولكن لسه ما تقدرش تفتح فيه تطبيقين جنب بعض، وده طبعا طلب بقاله سنين وتجاهله بصراحه بقى حاجه مش منطقيه خالص. ونيجي بقى لكم المطالب البديهيه اللي ابل مكسله تعملها او هتنزلها بالقطاره زي اللي قبله، زي مثلا ان لسه ما فيش كليب بورد هيستوري بشكل رسمي في الايفون، لسه ما تقدرش تتحكم في صوت الميديا لوحده وصوت الاشعارات لوحده وصوت المكالمات لوحده، لسه تغيير نغمه الموبايل عمليه معقده اكنك بتفك شفره. ده غير حاجات تانية صغيره كتير زي مثلا ان مفيش متصفح سفاري على الابل تي في، حاجات بسيطه موجوده في اي اجهزه اندرويد من 10 سنين فاتوا. تحسهم مستنيين لما البشريه تطلع المريخ عشان كريج يعلن عنها من هناك كانها يعني اختراع جاي من الفضاء وكده. ونيجي بقى لاخر جزء، وهو لما ابل تحاول تبدع فالموضوع يضرب في وشها. السنه دي شفنا مثالين واضحين جدا للموضوع ده. المثال الاول والمشكله الكبيره من وجهه نظري هو التصميم الجديد اللي سموه ليكويد جلاس. ابل قررت تخلي واجهه النظام كلها شفافه وزجاجيه وفيها انيميشن وحركات كده، شكلها حلو ومبهر اكيد، ولكن الاستخدام العملي حاجه تانية خالص. اولا القرايه بقت صعبه جدا، وخصوصا لو الخلفيه بتاعتك فيها الوان كتير او فيها كتابه، فده هيخليك ما تشوفش حاجه خالص تقريبا من التكست اللي انت بتقراه. ناس كتير نظرها ضعيف ويا دوب شايفين بالعافيه، فالموضوع ده هيصعب الاستخدام عليهم شويه. ثانيا بقى الشكل نفسه عليه انتقادات كتير، ناس بتقول انه بيفكرهم بالايرو ثيم بتاع ويندوز فيستا او ويندوز 7 القديم. ده غير المخاوف الكتير من ان التصميم ده يستهلك بطاريه اكتر او انه يتقل الاجهزه وخصوصا الاجهزه القديمه اللي هتدعم التحديث ده. والمشكله الاكبر ان مفيش اختيار انك تقفل الترانسبيرنس دي خالص وترجع للشكل القديم، فخلاص كده غالبا انت هتحتاج تتعايش مع الوضع الجديد. وتاني حاجه بقى واكتر حاجه فرقعت في وشهم وهي الابل انتليجنس. كلنا كنا مستنيين نشوف ثوره في الذكاء الاصطناعي من ابل، وخصوصا مع التطورات الحماسيه جدا اللي اعلنت عنها جوجل الشهر اللي فات، ولكن اللي شفناه من ابل كان محبط جدا بصراحه. سيري لسه زي ما هي تقريبا، مفيش اي قفزه نوعيه حصلت من السنه اللي فاتت، فمع حتى الامكانيات الجديده اللي ضافوها السنه دي فتعتبر لسه محدوده جدا بالمقارنه مع المنافسين. ده غير انه لسه مفيش دعم للغه العربيه في كل استخدامات الابل انتليجنس، واللي عملوه السنه دي انهم فتحوا استخدام الابل انتليجنس للمطورين بيدي رساله واضحه جدا بتقول احنا مش عارفين نعمل حاجه اكتر من كده، فخدوا انتوا بقى الموديل وطوروه بمعرفتكم. بالنسبه للتعديل اللي حصل على تطبيق الكاميرا فبرضه عليه خلاف كبير. من وجهه نظري هو مترتب احسن للمستخدم العادي، لكن في المقابل صعبوها شويه على الناس اللي بيستخدم الكاميرا استخدام احترافي. يعني خواص مثلا زي انك تصور صور رو او تفعل برو ريز في تصوير الفيديو دلوقتي بقت بتحتاج تدخل جوه منيو تانية علشان تفعلها، على عكس الاي او اس 18 اللي كنت بتقدر تفعلها فيه بضغطه واحده بس مش الشاشه الرئيسيه. كمان التنقل ما بين الشوتنج مودز زي انك تروح على سينماتيك مود كان زمان بيتم بضغطه واحده، دلوقتي الموضوع بقى اصعب شويه، بقيت محتاج انك تدوس على الشاشه كذا مره علشان توصل للي انت عايزه. خلينا نقول في النهايه ان مفيش حاجه هتعجب الناس كلها، ولكن حابب اعرف رايكم في التعليقات. ايه اكتر حاجه عجبتكم في التحديثات الجديده دي؟ وايه اكتر حاجه استفزتكم او نفسكم تتغير؟ وبس كده، دي كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعملي بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله، استفسارات، اقتراحات، اكتبها لي في التعليقات. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.